الحزب أن بعض رؤساء الجماعات الترابية أكدوا عدم قدرتهم على الاستمرار في مهامهم نتيجة عوامل خارجية منها ضعف الإمكانيات وعدم التفاعل الإيجابي من طرف الحكومة، بينما لوحظ أن البعض الآخر من رؤساء الجماعات لم يلتزموا بتوجيهات وقرارات الحزب وستتخذ في حقهم الإجراءات المناسبة. وفي الشأن البرلماني أعلن بلاغ الأصالة والمعاصرة أن الحزب سينذر برلمانيه الذين لم يحترموا مدونة السلوك، وأضاف أنه سيتم الكشف عن أسماء المتخلفين عن جلسات البرلمان ولجانه الدائمة، وذلك التزاما بربط المسؤولية بالمحاسبة. وأمام تمسك الياس العمري باستقالته كلف حبيب بلكوش نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بتسيير الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني. هو باقي كيفاش غادي استثناء الامانه العامه اللي ما بقاش امين عام وطني يعتبر بان ما غاديش يمارس هذه الصلاحيه وهذا اختياره فعلا، ويبقى المجلس الوطني هو اللي غيجاوب. شكون اللي يمارس هذه المرحله؟ ساقوم بتدبيرها كامين عام مساعد الى حدود انعقاد المجلس الوطني.